الدرس الثاني. قبل وصول الحملة الفرنسية إلى مصر، أرسل نابليون منشورا في يونيو 1798. كان المنشور فيه رسالتين، أو رسالة لغة التودد للشعب المصري. الرسالة الثانية هدد بحرق القرى التي تحاول التعرض للقوات الفرنسية. رأى نابليون أن خير وسيلة لفرض سلطته في مصر مجاملة الدولة العثمانية، جذب المصريين لصفه. ازاي؟ بيقنعهم أنه جاء لمحاربة المماليك والعمل على إنشاء حكومة أهلية يكون الحكم فيها للمصريين. يعني نابليون رأى أن خير وسيلة لفرض سلطته في مصر مجاملة الدولة العثمانية، جذب المصريين لصفه، وذلك بإقناعهم أنه جاء لمحاربة المماليك الغرباء والعمل على إنشاء حكومة أهلية يكون الحكم فيها للمصريين. بالرغم أن حكام المماليك في القاهرة لم يهتموا بتحصين حدود البلاد بسبب النزاعات الداخلية بينهم، لقت الحملة الفرنسية الكثير من المتاعب والمقاومة. طب إيه الدليل؟ مقاومة الأهالي للحملة في الإسكندرية. أول ما نزلت الحملة الفرنسية في الإسكندرية قاومها الأهالي بزعامة حاكم المدينة السيد محمد قريم، لكن الحملة استطاعت الاستيلاء على الإسكندرية واعتقال محمد قريم وأعدمه بالرصاص في سبتمبر 1798. بعد مقاومة أهل اسكندرية حصلت مقاومة المماليك للحملة في موقعتي شبرخيت وإمبابة. طب إيه موقع شبرخيت؟ قال لك استمرت القوات الفرنسية زحفها نحو القاهرة، فقابلت قوات مراد بيك بالقرب من شبرخيت في البحيرة. طب إيه نتائجها؟ هزيمة المماليك، تقهقر مراد بيك جنوبا للدفاع عن القاهرة وربط عند إمبابة. طب إيه موقعة إمبابة؟ قال لك نجح الفرنسيين في هزيمة المماليك، فر كل من مراد بيك إلى الصعيد وإبراهيم بيك ومعه الوالي العثماني إلى الشام. دخل نابليون وقواته إلى القاهرة في يوليو 1798 بسهولة بدون قتال. يعني مقاومة المماليك في موقعتين شبرخيت وإمبابة. موقعة شبرخيت وصلت القوات الفرنسية زحفها نحو القاهرة، قابلت قوات مراد بيك بالقرب من شبرخيت في البحيرة، نتائجها هزيمة المماليك، تقهقر مراد بيك جنوبا للدفاع عن القاهرة وربط عند إمبابة. طب إيه موقعة إمبابة؟ نجح الفرنسيين في هزيمة المماليك، فر كل من مراد بيك إلى الصعيد وإبراهيم بيك ومعه الوالي العثماني إلى الشام. دخل نابليون وقواته إلى القاهرة في يوليو 1798 بسهولة بدون قتال. بعد مقاومة أهل اسكندرية ومقاومة المماليك جاء دور الأسطول الإنجليزي في موقعة أبي قير البحرية في أغسطس 1798. أطرفها الأسطول الإنجليزي بقيادة نيلسون ضد أسطول الحملة الفرنسية. طب إيه نتائجها؟ إغراق أسطول الحملة الفرنسية في خليج أبي قير، ترتب عليه القضاء على آمال فرنسا في بسط سيطرتها على حوض البحر المتوسط. القضاء على آمال فرنسا في بسط سيطرتها على حوض البحر المتوسط. تاني حاجة حرمان الحملة من إمدادات فرنسا له. حرمان الحملة من إمدادات فرنسا له. رابع حاجة مقاومة أهالي الصعيد. ذهب نابليون بقواته إلى الصعيد للقضاء على المماليك
بقيادة مراد بيك. ليه؟ لخطورته على الملاحة في نهر النيل. لخطورته على الملاحة في نهر النيل. عرضوا على مراد بيك حكم الصعيد تحت إشراف الفرنسيين، لكن مراد بيك رفض. استمر أهالي الصعيد في المقاومة 10 أشهر. استمر أهالي الصعيد في المقاومة قرابة 10 أشهر. طب سؤال، الحملة الفرنسية فشلت في إخضاع أهالي الصعيد ليه؟ بسبب طول الوادي، تعاون بعض قوات المماليك مع أهالي الصعيد، مجيء قوة من الجزيرة العربية وانضمامها للمقاومة. رابع حاجة، اتباع أهالي الصعيد حرب المناوشات والمعارك المتفرقة. الحملة الفرنسية فشلت ليه في إخضاع أهالي الصعيد؟ بسبب طول الوادي، تعاون بعض قوات المماليك مع أهالي الصعيد، مجيء قوة من الجزيرة العربية وانضمامها للمقاومة، اتباع أهالي الصعيد حرب المناوشات والمعارك المتفرقة. ثورة القاهرة الأولى في أكتوبر 1798. قاد الأزهر الشريف ثورة القاهرة. طب إيه اللي حصل في ثورة القاهرة الأولى؟ قتل الحاكم الفرنسي لمدينة القاهرة. اشتعلت الثورة في الأقاليم المجاورة، مما دفع الفرنسيين لاستخدام القمع والإرهاب. تم إعدام الكثير من السائرين. اقتحام القوات الفرنسية للجامع الأزهر بخيولهم. طب هنا بقى إيه؟ أثر على مشاعر المصريين. أثر على مشاعر المصريين. ثورة القاهرة الأولى كانت في 1798. قاد الأزهر الشريف ثورة القاهرة. قتل الحاكم الفرنسي لمدينة القاهرة. اشتعلت الثورة في الأقاليم المجاورة، مما دفع الفرنسيين لاستخدام القمع والإرهاب. تم إعدام الكثير من الفرنسيين. اقتحم القوات الفرنسية الجامع الأزهر الشريف بخيولهم، مما أثر على شعور المصريين. التحالف العثماني الإنجليزي الروسي وحملة نابليون على الشام. اتحالفت الدولة العثمانية مع إنجلترا وروسيا لإخراج الحملة الفرنسية من مصر. فقررت الدولة العثمانية إرسال حملتين: حملة برية قادمة من جهة الشام، وحملة بحرية متجهة إلى الإسكندرية. يعني الدولة العثمانية أرسلت حملتين: حملة برية قادمة من جهة الشام، وحملة بحرية متجهة إلى الإسكندرية. خرج نابليون لمواجهة حملة الشام، ووصل لمدينة عكا، لكن فشل في دخولها بسبب حصنتها واستبسال أهلها في الدفاع عنها بقيادة حاكمها أحمد باشا الجزار، ومعاونة تاني حاجة معاونة الأسطول الإنجليزي له. يعني لماذا فشل نابليون في دخول عكا؟ بسبب حصنتها، استبسال أهلها بقيادة حاكمها أحمد باشا الجزار، تاني حاجة معاونة الأسطول الإنجليزي له. عاد نابليون إلى القاهرة، فعلم بوصول الأسطول العثماني للحملة البحرية في أبي قير، فتوجه إليهم وهزمهم في يوليو 1799. يعني نابليون أول ما وصل إلى القاهرة علم بوصول الأسطول الإنجليزي للحملة البحرية في أبي قير، فتوجه إليهم وهزمهم في يوليو 1799. رحيل نابليون عن مصر.
حصلت مشاكل ومتاعب للحكومة الفرنسية مع النمسا وحلفائها، فاضطر نابليون أن يرحل سرا إلى فرنسا تاركا الحملة لنائبه كليبر في أغسطس 1799. أدرك كليبر استحالة بقاء الحملة الفرنسية في مصر. طب ليه؟ تناقص عدد جنود الحملة، استمرار حملات الدولة العثمانية إلى مصر، تجدد مقاومة المماليك وثورات المصريين. يعني كليبر أدرك استحالة بقاء الحملة بسبب تناقص عدد جنوده، استمرار حملات الدولة العثمانية، مقاومة المماليك وثورات المصريين. فقرر يعمل معاهدة العريش في يناير 1800 مع السلطان العثماني وقائد الأسطول الإنجليزي في البحر المتوسط. طب ليه؟ لخروج الحملة الفرنسية على نفقة الدولة العثمانية، ولكن فشلت بسبب رفض حكومة إنجلترا وإصرارها على استسلام الحملة الفرنسية. اضطر كليبر بعد فشل معاهدة العريش إلى مهاجمة القوات العثمانية وطردها إلى الشام. يعني معاهدة العريش في يناير 1800 مع السلطان العثماني وقائد الأسطول الإنجليزي في البحر المتوسط بسبب إيه؟ خروج الحملة الفرنسية على نفقة الدولة العثمانية. فشلت بسبب رفض حكومة إنجلترا وإصرارها على استسلام الحملة الفرنسية. اضطر كليبر بعد فشل معاهدة العريش إلى مهاجمة القوات العثمانية وطردها إلى الشام. بعد معاهدة العريش حصلت ثورة القاهرة الثانية في إبريل 1800. هاجم المصريين معسكرات الفرنسيين. استطاعت القوات الفرنسية إخماد الثورة في القاهرة والوجه البحري. اتفق الفرنسيون مع مراد بيك أن يحكم الصعيد مقابل إخماد الثورة في الصعيد. مقتل كليبر. بعد ثورة القاهرة الثانية حدث مقتل كليبر. قتل كليبر في يونيو 1800 على يد أحد طلاب الأزهر، شاب سوري يدعى سليمان الحلبي. تاني ثورة القاهرة الثانية كانت سنة إبريل 1800. هاجم المصريين معسكرات الفرنسيين. استطاعت القوات الفرنسية إخماد الثورة في القاهرة والوجه البحري. اتفق الفرنسيين مع مراد بيك أن يحكم الصعيد مقابل إخماد الثورة. مقتل كليبر. بعد ثورة القاهرة الثانية حدث مقتل كليبر. قتل كليبر في يونيو 1800 على يد أحد طلاب الأزهر، شاب سوري يدعى سليمان الحلبي. بعد مقتل كليبر على يد سليمان الحلبي تولى مينو قائد للحملة الفرنسية. كان ينوي الإقامة في مصر على عكس كليبر، وتحويل مصر لمستعمرة فرنسية كبرى، ووضع خطة اقتصادية في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والصحة والقضاء. جلاء الحملة الفرنسية عن مصر. أرسلت إنجلترا أسطولا إلى أبي قير في فبراير 1801. انضم إليه الجيش العثماني وبعض زعماء المماليك ونجحوا في دخول مصر. استسلمت الحملة الفرنسية وغادرت مصر في 18 سبتمبر 1801.